مع دخول فصل الشتاء وتكرار نوبات البرد والانفلونزا، ازاي نقدر نحمي الكلى من تأثير نوبات البرد والانفلونزا، وخاصة مع كبار السن او اللي عندهم امراض مزمنة، نقدر نحمي الكلى بتاعتنا ازاي؟ اولا خلينا اكد على المبدا ان الوقايه خير من العلاج. الوقايه بتكون ازاي؟ ان انا طبعا بتبع العادات الصحيه، زي ان انا بغسل ايدي دايما بانتظام بالميه والصابون، خاصه قبل ما استعمل ايدي للاكل او احطها على الوجه، بان انا اتجنب الاماكن المزدحمه او الاماكن اللي متوقع ان يكون فيها مرضى كتير زي المستشفيات والمراكز الطبيه. ثالث حاجه ان انا لو اضطريت اروح اماكن مزدحم او مكان فيه مرضى ان انا البس الكمامه الطبيه. رابع حاجه ممكن لو انا عرضه للمضاعفات النوبات دي ان انا اخد مصل او لقاح الانفلونزا، وده متوفر في المستشفيات والصيدليات، بدي حمايه ممكن ما تكونش 100% بس على الاقل بتكون الاعراض اقل من الشخص اللي ما خدش التطعيم. ودي حاجه مهمه جدا ان انا اثناء نوبات البرد لو انا شخص عندي قصور كلى ان انا اتجنب المسكنات. كتير مننا طبعا مع نوبات البرد بيحتاج ياخد مسكنات، اتجنب المسكنات المضاده للالتهابات خصوصا لو هاخدها لفتره طويله لانها بتاذي الكلى. خامس معلومه، ودي معلومه بس مش لمرضى الكلى، ان نوبات البرد ونوبات الانفلونزا ده التهاب فيروسي، فالمضاد الحيوي ليس له دور. كتير مننا بيروح الصيدليه وياخد مضادات حيويه، المضادات الحيويه مع الالتهابات الفيروسيه مش هتفيده، بالعكس ممكن هتضره. فرجاء ان احنا نتجنب المضادات الحيويه مع الالتهابات الفيروسيه زي نوبات البرد ونوبات الانفلونزا. انتظرونا مع فيديوهات قادمه مع كلينيدول.